السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم واحد الوصفه تاع البغرير، واش نحكي لكم كيما الشحمه. شوف والله الله، يعني جبت لكم اليوم بغرير يعيطوا له بغرير الشحمه. هذا البغرير واش نحكي لكم كيفاش يجي داير. شوف الله يبارك، يجي ملحم ومشحم الله الله عليه، وخفيف خفيف كيما الريشه، يجي يترعد وحده. يعني هذا البغرير درت به حالة في العرس، ما كاش عرس درت لهم البغرير وما عجبهمش الحال، يعني ما شاء الله روعة روعة. شوفوا الله يبارك كيفاش يجي يترعد وحده ويجي طري ويجي الله الله عليه. قبل ما نشوف الوصفة نروح نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا واش نحتاجو 3 كيسان نتاع سميد رطيبة، ونضيفوا لها زوج مغارف كبار تاع اكل فارينه، ونضيفوا لها زوج مغارف اكل ثاني كبار نتاع خمارة الخبز، مغرف سكر وشويه ملح. نخلطوا هذه النواشف هكا كما كي تشوفي عفوا هكا. دوك نضيفوا لها ملعقه نتاع خل، من الاحسن يكون الخل ابيض وما تكونش فيه ريحه الثوم بزاف. نضيفوا دركا الماء. هنايا مبدئيا نضيفوا 3 كيسان هكا. حركي باش نعرفوا اسكو يكفيه ولا نزيدوا له، يعني عبري بالكاس اللي عندك. هاي ليك يجيكم مفخفخ مفخفخ بالطبع والشان، يجي هايل. وهنا ضفت الكاس التالي ما عمرتوش للفم، يعني نقصت منه شويه، درت كاس غير ربع، نحيت منه واحد الاصبع هكاك ولا مهم كاس غير ربع هكا. خلطي يعني دركا نورمالمون راهو سوا في الماء، يعني 3 كيسان ماء، 3 كيسان سميد و3 كيسان يعني مملوئين تاع ماء. والكاس الرابع نقصي منه شويه، ديريه غير ربع كاس الا ربع. نضيفوا في الاخر كي نخبطوها مليح بالميكسور، نضيفوا مع التالي نضيفوا الخميره تاع الحلوى باكي. هاوليك شوف القوام تاعو. تي دركا خليه واحد 5 دقائق يريح مليح باش تبداي طيبيه فيه، ما طيبيهش ديريكت. شوفوا الله الله كيفاش راهو يعني يطيب ما شاء الله. هاي ليك هنا حبيت نوري لكم القوام بعد 5 دقائق. شوفوا كيفاش يزيد يثقل شويه. نتوما خلوه واحد 5 دقائق الا كان الحال سخون، واذا كان الحال بارد في ايامات الشتاء خليه 10 دقائق. والماء اللي درناه لازم يكون دافي، ما ديريش بارد بالحنفيه، لازم تدفيه. شوفوا الله يبارك كيفاش راهو يطيب ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجيكم الله الله عليه. يعني وصفه سهله وسريعه، اي مبتدئه ما تعرفش دير البغرير تدخل للقناه نتاعي تشوف هذه الوصفه، يعني ما شاء الله تتعلميه في دقيقتك، يعني من نهار الاول ناجح. هنا نروحو ندهنوه. ذوبت شويه عسيله وشويه زبده وندهنوه الله الله، يعني يجيكم بالطبع والشان. هاي لك شفتوا كيفاش راهو خفيف وراه والله يبارك عليه، يعني ما فيهش كامل تعقيدات، بالخفت وجديه. ديريه في المناسبات السعيده ولا ديريه مع قهوه العصر، يجيك بالطبع والشان. هاي ديك ان شاء الله تجربيه بهذه الطريقه، باسكو الطريقه هذه ناجحه 100%، يعني ما تغبنكش كامل. للتذكير برك، نهار تشوفوا كاين سميد اللي يشرب بالخف وكاين اللي لا. الا شفتي الخليط نتاعك يعني ما كفاهش الماء، كملي الكاس الرابع، كملي عمريه نورمال، ما ديريش محسوب كاس الا ربع. هذه برك باش نكون واضحه. شوفوا الله يبارك كيفاش جا الله الله. انا نبغي البغرير كي يجيني هكا، يجي عالي ويجي كيما الشهده، هذيك الحسيله كي ترميها داخله حتى تسيح لك كاع من تحت. ان شاء الله تجربيه اختي العزيزه ويعجبك. تخلي لي تعليقك الجميل. وشوف الله الله، يعني راهو كيما الجبل. وفي امان الله خياتي، ومع السلامه.